عاملة من اثيوبيا احسن مسلمة ولا مسيحية؟ الشيء راجع لك، بس كإنسانة كشغل اثيوبيا نمبر 1. انا ما زلت عند كلمتي، اثيوبيا نمبر 1 في الادب، الاخلاق، الهدوء، الاحترام، الشغل. يمكن عندهم مشكلة ما يعرفون يتكلمون انجليزي، يعرفون عربي. اذا كانوا يشتغلون بالخليج الانجليزي شوية اللغة ضعيفة عندهم، بس يتعلمون. ومؤدبة خلوقة، ما في تليفون 24 ساعة، جاية تشتغل، حنونة هادية، ما عندها مشاكل، صوتها مو عالي. كل هذا أنا عن تجربة، اللي اشتغلوا عندي، اللي عندي في البيت، أنا أقول الشهادة وأحاسب عليها، أحاسب عليها. أما جاية تقولي لي مسيحية أو مسلمة، الشيء راجع لك. بس مسيحية أو مسلمة كسلوك، كأخلاق، كجنسية أثيوبية، ممتازين ممتازين. أنا هذه نظرتي وهذا رأيي، وأنا يعني شيء راجع لكم. مساء النور، مساء النور أم أحمد، مساء النور. كلمة وشهادة أحاسب عليها. يعني عموما